الفريق اللي ما بيتطور رح يتوقف حتى لو كان ناجح اليوم. اليابانيين علموا العالم مفهوم بسيط اسمه كايزن، يعني التحسين المستمر. الفكرة انه ما في يوم بمر من دون ما تضيف قيمة جديدة حتى ولو صغيرة. مو لازم تغييرات ضخمة، احيانا خطوة بسيطة، عادة جديدة او تدريب قصير بتصنع فرق كبير على المدى الطويل. اذا بدنا فريقنا يضل قوي لازم نفكر بنفس المنطق، ندربه بشكل مستمر مو بس عند بداية الوظيفة، نعلمه كيف يطور أسلوب العمل بنفسه، نفتح له مجال يجرب ويغلط، لأنه المهارة ما بتجي من النظريات بس، من منظور تسويقي وإداري. الفريق اللي بيتطور كل يوم بيعطيك جودة أعلى، أفكار أكتر ولا أقوى. والفريق اللي بيتوقف عن التعلم بيصير عبء بدل ما يكون مصدر قوة للشركة. الكايزن مو بس نظام إداري، هو ثقافة بتقول اليوم لازم يكون أحسن من امبارح، وبكرة لازم يكون أحسن من اليوم. وإذا عرفنا نزرع هالعقلية بفريقنا ما في تحدي كبير علينا، لأنه كل تحدي رح نواجهه بخطوات صغيرة لكنها ثابتة إلى الأمام.